اهلا بحضراتكم في قناة بتاع سيما، معاكم اسامة فارس. خلاص شهر رمضان الكريم على الابواب، كل سنة وحضراتكم طيبين. وطبعا في شهر رمضان بيحلى الفرج بعد الفطار على المسلسلات، وهو السنة دي نازل اكتر من 30 مسلسل شهر رمضان 2023. فانطلاقا وحرصي على عدم تضييع وقت حضراتكم انكم تتفرجوا على مسلسل ممل او مسلسل باي كلام، قررت ان انا اعمل لستة من احسن 10 مسلسلات متوقعة هتكون موجودة في رمضان 2023. وكمان في اخر الفيديو هتكلم عن 5 مسلسلات كوميدية هتكون موجودة في رمضان 2023. وكمان في مسلسل سوري كده جذب انتباهي وحاسس انه هيبقى حديث السوشيال ميديا الفترة اللي جاية. فلو انت اول مرة تشوفنا اعمل سبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات، ويلا روح هات فشارك وتعال. شوفوا طحنا فيها كم معتدي ودفنا في ترابها كم ظالم. انا اترميت في السجن 14 سنة ظلم. من يوم ما شفتك حسيت بالصدق في عينيك. الحرب تكسبها بالخدعة. نبدأ برقم 10 في مسلسلات رمضان 2023 السنة دي، مسلسل الكتيبة 101. مسلسل الكتيبة 101 هو من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين وفتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين. المسلسل من تأليف إياد صلاح، وده اللي شارك في كتابة مسلسل الاختيار الجزء الثالث، ومن إخراج محمد سلامة، وده اللي أخرج السنة اللي فاتت مسلسل راجعين يا هوا، وعمل كمان مسلسل قبل كده ستات بيت المعادي. مسلسل الكتيبة 101 بيتكلم عن الكتيبة 101 واللي تعتبر من أهم الكتاب الموجودة في سيناء، واللي واجهت كتير من الهجمات التكفيرية. مسلسل الكتيبة 101 هيتعرض على قناة اون، وكمان هيتعرض على شاهد. دي مذكرات زوج وأب عادية جدا، مفيهاش أي حاجة مميزة. المسلسل رقم 9 معانا هو مسلسل مذكرات زوج. المسلسل من بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي وسماء إبراهيم، وهي عن رواية الكاتب الكبير أحمد بهجت. والمسلسل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وده اللي برضه المؤلف بتاع مسلسل راجعين يا هوا، وكان برضه مؤلف مسلسل قصر النيل ومسلسل اسمه مؤقت. والمسلسل من إخراج تامر نادي، وده اللي أخرج مسلسل المتهمة. الأحداث بتدور عن 2 متزوجين عندهم مشاكل، يلجأوا الزوجين دول لدكتور نفسي، واللي بيجسد شخصية الفنان خالد الصاوي، اللي بيفاجئ إن هو كمان بيعاني من نفس المشاكل مع مراته، واللي هي هتبقى سماء إبراهيم. مسلسل مذكرات زوج هيبقى 15 حلقة وهيتعرض في النص الأول من رمضان، والمسلسل هيتعرض على قناة CBC. دكتورة صفية عارف الفارس، عمدة تل شبور، عمدة تل شبور. مسلسل رقم 8 معانا هو مسلسل حضرة العمدة، والمسلسل ده من بطولة روبي ومحمود عبد المغني وسميحة أيوب وإدوارد. مسلسل حضرة العمدة هو من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، طبعا اللي عمل السنة اللي فاتت اللي كان مسلسل مثير للجدل فاتن أمل حربي، وأفلام برضو مثيرة للجدل زي فيلم الضيف ومولانا وصاحب المقام. مسلسل حضرة العمدة هو من إخراج المخرج عادل أديب، وده اللي أخرج قبل كده مسلسل غرابيب سود، وكان أخرج زمان مسلسل جبل الحلال وباب الخلق. المسلسل بيتكلم عن حقوق المرأة في ان هي تبقى عمدة، من صفية اللي هي تبقى عاملة دورها روبي، هي تبقى استاذة علم نفس في الجامعة الامريكية، وبتعرض لضغوط من عائلتها ان هي ترجع البلد بتاعتها وتترشح للعمودية، وطبعا بتلاقي نفسها قدام تحديات كبيرة جدا. المسلسل هيتعرض على قناة CBC دراما، وكمان هيتعرض على شاهد. واللي شايف نفسه لسه في عافية يستجري يقف قصادي. مسلسل رقم 7 معانا النهارده هو مسلسل سوق الكانتو. مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب. المسلسل من تأليف هاني سرحان، هو اللي ألف مسلسل الاختيار رقم 2. المسلسل كمان من إخراج حسين المنباوي، هو اللي أخرج المسلسل الجميل بتاع السنة اللي فاتت اللي هو مسلسل جزيرة غمام. أحداث المسلسل بتدور سنة 1922، ودي أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر. وهنا شخصية البطل اللي هيعملها أمير كرارة هيكافح ضد قوات الاحتلال، كان دايما بيلجأ ان هو يحتمي بسوق الكانتو. مسلسل سوق الكانتو
هيتعرض على DMC دراما وأون دراما وMBC، وكمان هيتعرض على شاهد. ما طار طير ما ارتفع إلا كما طار وقع. مسلسل رقم 6 معانا هو مسلسل رسالة الإمام، والمسلسل من بطولة خالد النبوي ونضال الشافعي وأروى جودة وحمزة العيلي، وكمان الممثل السوري خالد القيش، وكمان نخبة كبيرة جدا من ممثلين مصريين وسوريين من كل الدول العربية. المسلسل سيناريو وإشراف على الكتابة هو محمد هشام عبية، وهو اللي ألف السنة اللي فاتت مسلسل بطلوع الروح، وعمل قبل كده مسلسل 60 دقيقة، وكمان كان مشرف على الكتابة أو السيناريو في مسلسل كل أسبوع يوم جمعة. والمسلسل يعتبر هي التجربة الأولى في مصر للمخرج السوري الكبير الليث حج، هو اللي قبل كده أخرج مسلسل أولاد آدم ومسلسل مسافة أمان ومسلسل الندم. مسلسل رسالة الإمام هيتكلم عن حياة الإمام الشافعي، وهيتعرض على قناة CBC وDMC والحياة. لو عاوزين تدفنوا راسكم في الرمل وتعملوا ما واخدين شمالكم يبقى الذل أولى بيكم. مسلسل رقم 5 معانا هو مسلسل عملة نادرة، والمسلسل ده من بطولة نيلي كريم وجمال سليمان وكمال أبو ريا وأحمد عيد وعلي الطيب ومحمد لطفي وندى موسى ومريم الخشتو ونجوم كتير جدا. المسلسل من تأليف دكتور مدحت العدل، وهو اللي عمل قبل كده مسلسل أعلى سعر ومسلسل محمود المصري، وكمان نفتكر له أفلام زي صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام وفيلم الديلر. المسلسل من إخراج محمد العدل، وده يعتبر التعاون الثالث ما بين نيلي كريم ومحمد العدل. أخرج لها السنة اللي فاتت مسلسل فاتن أمل حربي، وأخرج لها كمان قبل كده مسلسل أعلى سعر، وهو كمان كان مخرج قبل كده لفيلم صاحب المقام. مسلسل عملة نادرة هو مسلسل صعيدي، والأول مرة هنشوف الفنانة نيلي كريم بتعمل دور صعيدي، والمسلسل بيتكلم عن مشاكل الميراث والصراع اللي بيحصل بعد ما يتوفى الزوج. مسلسل عملة نادرة هيتعرض على قناة CBC دراما وعلى أون وكمان على شاهد. المسلسل رقم 4 معانا النهاردة هو مسلسل رشيد. مسلسل رشيد من بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور تامر نبيل وخالد كمال. مسلسل رشيد من نوعية المسلسلات اللي هي برضو 15 حلقة. المسلسل من تأليف وسام صبري، وآخر حاجة عملها هو مسلسل آخر دور وفيلم عمهم. والمسلسل كمان بيشهد أول تجربة إخراجية لمي ممدوح، والمناسبة هي تبقى شقيقة محمد ممدوح. المسلسل بيتكلم عن رشيد، وهو البطل اللي هو هيبقى محمد ممدوح، واللي بيتعرض للخيانة من واحد من أصحابه المقربين جدا، وكمان بيتهم في قضية قتل. مسلسل رشيد هيذاع على قناة MBC دراما وكمان على شاهد. لو آخر مليم في جيبي هصرفه على علاجك. مسلسل رقم 3 معانا هو مسلسل تغيير جو. مسلسل تغيير جو من بطولة منة شلبي وإياد نصار عصام عمر وكمان شيرين. المسلسل من تأليف منى الشيمي، ودي كانت من ضمن الكاست اللي ألف مسلسل خلي بالك من زيزي. مسلسل تغيير جو من إخراج مريم أبو عوف، ومريم أبو عوف ده يعتبر هو التعاون الثالث ما بينها وما بين منة شلبي. كانوا عملوا قبل كده مع بعض زمان فيلم بيبو وبشير، وكمان مسلسل ليه لا الجزء الثاني، وكمان مريم أبو عوف هي المخرجة لمسلسل وش وظهر اللي كان معروض على شاهد من كام شهر. مسلسل تغيير جو بيحكي عن شخصية مهندسة ديكور اللي هي شريفة، وعندها مشاكل كتير جدا في حياتها، أهمها إن مامتها هي مدمنة على المهدئات وعلى الكحول. مسلسل تغيير جو هو مسلسل عبارة عن 15 حلقة، وهيتعرض في النص الأول من شهر رمضان الكريم، وهيتعرض على قناة MBC مصر وعلى منصة شاهد. الحياة كده يا ابني، من ده وده. وازاي جرب يقولك حاجة زي كده؟
مسلسل رقم 2 معانا هو مسلسل الهرشة السبعة، ومسلسل الهرشة السبعة من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وعلي قاسم وأسماء جلال ومحمد محمود وعايدة رياض. مسلسل الهرشة السبعة هو من تأليف ورشة سرد بقيادة مريم نعوم، هم نفس الكاست هو بتاع مسلسل خلي بالك من زيزي، والإخراج كمان لكريم الشناوي، هو نفس المخرج برضو بتاع مسلسل خلي بالك من زيزي، وكريم الشناوي برضو هو اللي أخرج قبل كده مسلسل قبيل. المسلسل الاسم بتاعه غريب شوية اللي هو الهرشة السبعة، بس طبعا هو بيحكي عن المشاكل اللي بيتعرض ليها الزوجين بعد السنة السابعة من الزواج، وخصوصا لو كانوا متجوزين عن حب. مسلسل الهرشة السبعة هو 30 حلقة مش 15، وهيتعرض على قناة MBC مصر وعلى منصة شاهد. ونيجي بقى للرقم 1 السنة دي، والحقيقة أنا قسمت رقم 1 ما بين مسلسلين، لأن هما دول هيبقوا أقوى مسلسلين من وجهة نظري في سباق رمضان 2023، فهيبقى بالمناصفة ما بين أول واحد لو مصر اتغيرت هويتها محدش هيعرف يرجعها تاني مصر. مسلسل سر الباتع. مسلسل سر الباتع هيبقى من بطولة أحمد فهمي وأحمد السعداني وحنان مطاوع وحسين فهمي وأحمد عبد العزيز وهالة صدقي ونجوم كتيرة جدا من كل الوطن العربي. المسلسل عن رواية سر باتع للكاتب الكبير يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، ودي أول مرة خالد يوسف هيخرج فيها دراما أو مسلسل. احنا عارفين طبعا ليه أفلام حلوة زمان زي فيلم حين ميسرة، فيلم دكان شحاتة، الرئيس عمر حرب وغيرهم من الأفلام. حابب أنوه إن اللي عامل الموسيقى التصويرية للمسلسل فنان والموسيقار الكبير راجح داوود، اللي عمل قبل كده حاجات زي الكتكات زي أرض الخوف. أحداث المسلسل بتتم بشكل أساسي بين زمنين، زمن الوقت الراهن اللي احنا فيه وزمن أيام الحملة الفرنسية على مصر. مسلسل سر الباتع هيتعرض على قناة أون، قناة الحياة، وكمان على واتشت. أنا أسفة اللي هعمله يا حبيبي والله، بس أنا ما كانش عندي حل تاني. ونيجي للمسلسل الثاني اللي مناصفة مع مسلسل سر الباتع في المركز الأول، هو مسلسل تحت الوصاية. مسلسل تحت الوصاية هو من بطولة منى زكي ونسرين أمين ودياب وعلي الطيب وخالد كمال. مسلسل تحت الوصاية من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وهم اللي ألفوا قبل كده مسلسل طايع وفيلم طلق صناعي واشتباك. المسلسل من إخراج محمد شاكر خضير. محمد شاكر خضير هو اللي أخرج مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، واخرج قبل كده مسلسل لا تطفئ الشمس وجراند اوتيل. مسلسل برضه 15 حلقة وهيتعرض في النصف الأول من رمضان. المسلسل بيناقش قضية قانون الوصاية على الأبناء خصوصا بعد ما يرحل الأب. مسلسل تحت الوصاية هيتعرض على قناة DMC وDMC دراما وعلى CBC، كمان هيتعرض على منصة شاهد. خلصنا بقى الاكشن والدراما، نخش بقى على الكوميديا، فمقسمهم ل5 مسلسلات برضو. رقم 5 هيكون معانا مسلسل ألف حمد لله على السلامة، ده من بطولة يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف. المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، هو اللي ألف قبل كده مسلسل ورا كل باب ومسلسل الوسواس، من إخراج عمرو صلاح، وده اللي أخرج فيلم قلب ماما، والمسلسل هيتعرض على قناة الحياة. رقم 4 في المسلسلات الكوميدية مسلسل رمضان كريم وللجزء الثاني. المسلسل طبعا من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد وسلوى خطاب. المسلسل من تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج سامح عبد العزيز، بس طبعا في الجزء الثاني مش هيبقى موجودة روبي ولا ريهام عبد الغفور ولا طاهر الساير ولا شريف سلامة اللي كانوا موجودين في الجزء الأول. مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني هيتعرض على قناة النهار وعلى قناة DMC. رقم 3 معانا في المسلسلات الكوميدية هو مسلسل كشف مستعجل. المسلسل من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهند. المسلسل من تأليف إيهاب ليبل، وده اللي عمل قبل كده مسلسل مكتوب عليا وفيلم اوشن 14، من إخراج شاد الرملي، واللي أخرج برضه فيلم اوشن 14. شاد الرملي بالمناسبة هو ابن المؤلف نينين الرملي. المسلسل من 15 حلقة بس وهيتعرض في النص الأول من رمضان. ورقم 2 معانا في الليستة الكوميدي هو مسلسل جت سليمة، وده من بطولة دنيا سمير غانم اللي بترجع بعد بعد أكتر من 3 سنين عن دراما، محمد سلام وبيومي فؤاد وسلوى خطاب وهالة فاخر.
المسلسل من تأليف كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال وندى عز. المسلسل من إخراج إسلام خيري، وده اللي أخرج قبل كده مسلسل جمجوم وبمبم اللي هو الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق. المسلسل هيبقى 15 حلقة وهتدور أحداثه تقريبا في أزمنة مختلفة. مسلسل جاد سليم متعرض على CBC دراما، وهيتعرض كمان على منصة شاهد. وبنيجي للمركز الأول في مسلسلات الكوميدية السنة دي في رمضان 2023. الحقيقة قسمت المركز الأول ما بين مسلسلين، مسلسل الصفارة ومسلسل الكبير قوي الجزء السابع. نبدأ الأول بمسلسل الصفارة، مسلسل من بطولة أحمد أمين وطه الدسوقي وآية سماحة. مسلسل من تأليف ورشة كتابة من سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جويش. المسلسل من إخراج علاء إسماعيل. مسلسل الصفارة بيتكلم عن مرشد سياحي عنده مشاكل كتيرة، فبيسرق صفارة الملك توت عنخ آمون من الآثار بتاعته، والصفارة دي بتخليه يقدر يرجع 3 دقايق في الزمن عشان يصلح اللي هو عايزه. المسلسل شكله جميل، واعتقد هيبقى من احسن المسلسلات الموجودة في رمضان 2023. مسلسل الصفارة هو 15 حلقة وهيتعرض في النص الأول من شهر رمضان على قناة DMC وكمان على منصة شاهد. ونيجي للمسلسل التاني وهو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع. مش محتاج اتكلم عن مسلسل الكبير قوي، من بطولة احمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة احمد وهشام اسماعيل. المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين ومن اخراج احمد الجندي. مسلسل الكبير قوي هيتعرض على شاشة اون ساعة الفطار، وكمان هيتعرض على منصة شاهد. وبكده اكون خلصت كل المسلسلات المتوقعة ان هي تكون حلوة في رمضان 2023. كل المؤشرات عم بتقول انه بده يزيحني، صار لازم انهي المهزلة. وهتكلم سريعا عن مسلسل سوري شد انتباهي. المسلسل اسمه ابتسم ايها الجنرال. المسلسل ده من بطولة مكسيم خليل ومن تأليف سامر رضوان. المسلسل بيحكي عن جنرال مسك الحكم ومش عايز يسيبه. واضح جدا من المسلسل ان هو معارض، حتى كل المشتركين فيه من المعارضين واللي عايشين بره سوريا، فمتوقع ان المسلسل ده هيعمل ضجة شوية في خلال شهر رمضان الكريم. وبكده خلصت كل المسلسلات بتاعتي والاقتراحات بتاعتي بالنسبه لشهر رمضان الكريم. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت ايه المسلسل اللي هتتابعوه في رمضان السنه دي، ولو في مسلسل انتوا بتتابعوه وهتتابعوه مثلا مش حاطه انا في الليسته دي، يا ريت تحطوه في الكومنتس ونتكلم عنه. وطالما وصلت لحد دلوقتي انك بتتفرج عليا، اتمنى ان حضرتك تعمل سبسكرايب لو مش عامل، وتعمل لايك للحلقه، وكمان تشيرها مع اصحابك. اتمنى لحضراتكم شهر رمضان كريم، وان كل ايامكم تبقى اعياد. مع تحياتي اسامه فارس.